جامد يا جدعان، والله لا نيجي. هنتأهل وهنروح لبعيد قوي، بس اصبروا. نيجي فين يا مرموش؟ هو احنا كل ده لسه ما طلعناش من البطولة؟ يا اخي لا، لسه في امل. افرح يعني ان احنا تعادلنا مع غانا؟ يا ابني لا، احنا لسه ما عملناش حاجة برضه، لسه بنسخن. بس ايه الحلاوة دي يا روش؟ انت كنت جامد قوي النهاردة، ده انت عالمي بجد. حبيبي يابا. بس في حصل لك تحول كده الشوط التاني، نزلت درمخت العيال، بقى يخبطوا في بعضيهم لحد ما غلطوا قدامك وانت ما رحمتهمش. يا اما مش عارف، انا فعلا نزلت الشوط التاني حاسس اني فايق كده، حاجة متغيرة، اكن كان في هم على صدري ونزاح. ايوه تصدق صح، انا حسيت نفس الشعور ده تقريبا المنتخب كان كله كده. ايوه، ده احنا زنقنا العيال، ده رجعوا كلهم ورا، بقوا خايفين قدامنا. انا اول مرة احس ان احنا بقينا نلعب كورة. طب وده تفسيره ايه يا امان؟ تفتكر صلاح؟ جامد يا شباب، عجبتوني النهارده. كنت خايف لما اطلع تشيلوا 5-0 ولا حاجة، بس طلعتوا رجالة. ها؟ طبعا يا ابو السلح. كنتوا واقفين بتتكلموا في ايه بقى؟ ولا حاجة، كنا مبسوطين بس شوية وبنشجع بعض. كنا بنقول ان كان في هم النهاردة ونزاح وانطلقنا. اسكت، سيبنا اتكلم يا دهدى. سيبه يا مرموش. ايوه انا حسيت كده برضه. والشعور ده جالك من امتى يا امان؟ من وقت ما خرجت يا صلاح. يخرب بيتك. انا يا اسطى، ده انا قلت هتخيشه من غيري، بس اكيد الشعور ده كان عندك انت بس. وانا كمان يا صلاح. وانت كمان ايه يا مرموش؟ حسيت بنفس الفوقه اللي من ساعه ما انت خرجت دي. يا جدعان، قصدكوا ايه يعني؟ كنت انا السبب؟ لا ما نقصدش كده. اسيبها لكم وامشي؟ يا ريت. لا اسكت انت، ما نقصدش يا ابو صلاح، ده انت الخير والبركه. ده انت لما خرجت سخنتنا، قلنا الزعيم راح فين، لازم نرفع راسه نحسسه انه وراه وحوش. يا مرموش، انا قلت كده برضه. 10 رجاله والله نقدر. امال الاناكوندا بتاعتنا فين؟ اهو بيسخن هناك اهو، مش قادر يمسك نفسه، بيتمرن للماتش اللي جاي. هو ده. قول له بقى بدل ما بيجري من ناحيه اليمين يغير ويجري من ناحيه الشمال. اسكت بقى.